النهارده كان عندي يوم مزدحم ومليان جدا، فتعالوا اما احكي لكم اليوم ده مش ازاي. اول حاجه صحيت الصبح بدري الساعه 5:30، قمت صليت وبعدين جهزت شنطتي والمعدات والادوات اللي هحتاجها في يومي، وقفت اودع اوضتي اللي مش هشوفها غير بعد اسبوع، وبعد كده خرجت من بيتي علشان انطلق للاسكندريه. وصلت اسكندريه وبعد كده ركبت توك توك علشان اوصل للسكن، وكان لازم افطر الاول قبل ما اخرج علشان اليوم ده طويل جدا. المفروض النهارده يوم مزدحم جدا، يعني عندي كذا حاجه. اول حاجه المفروض ان انا هروح اقابل زمايلي الفوتوغرافرز، في ناس زمايلي جايين من القاهره، يعني هنتقابل ونصور. هنروح حي الفرهده، في ورش وحاجات من دي هنصورها، وبعدين هنروح المفروض كوم الدكه. بس انا مش هكمل معاهم اليوم للاسف، وده لان انا عندي حاجه تانية اللي هي كلوزنج الاسره عندنا في الكليه. الاسره دي انا كنت ماسك هيد فايس الميديا في الاسره، فالمفروض ان السيزون خلص، والنهارده بقى هيبقى فيه تكريم والعاب، وممكن يكون ليا فقره اغني فيها برضو. فبس يعني فهنشوف مع بعض اليوم هيمشي ازاي. صحيح نسيت اقول لكم، المفروض برضو كان لازم اروح اشتري كتب الكليه. بما ان الطريق طويل وخلاص زهقت من كتر المشي، فقلت اشارك معاكم حاجه. اشارك معاكم ايه بقى بالظبط؟ اشارك معاكم ان انا يعني الى حد ما متوتر سيكا. ده لاني مش متعود ان انا ابقى ماشي في الشارع كده وماسك كاميرا ومعايا مايك وبتكلم في الكاميرا، حاسس الناس كلها بصالي، ففي شويه توتر يعني. بس يعني ايه، وده رغم ان انا قبل كده كنت يعني ايه صورت فلوج يوم كامل في القاهره، بس كان حواليا اصحابي مش لوحدي. ففكره ان انا ابقى ماشي لوحدي كده وبتكلم والناس حاسس ان هم باصين لي، ففي شويه توتر، بس بيس يعني حلوه البدايات. وصلت المكتبة بعد شوية تمشية زي العسل واشتريت الكتاب، وبعد كده اتحركت للمنشية علشان اقابل زمايلي الفوتوغرافرز، والمفروض التجمع الساعة 10 في قهوة علي الهندي. وصلت ولقيت المكان زي ما انتوا شايفين كده اهو فاضي، واكتشفت ان انا اول حد واصل كالعادة. وبعدين فضلت قاعد مستني وصولهم لحد ما قمت علشان اسلي نفسي واصور لي كام صورة. وبعد ما صورت قلت افتح الكتاب الجديد واشوف الكلام على ايه، وبدأت مذاكرة ولقيت ان اول محاضرة في الكتاب عن دودة الفاشيولا. واكتشفت كمان ان من ضمن الاماكن اللي الدودة دي موجودة فيها بشكل كبير كانت اسكندرية اللي انا لسه واصلها من شوية. بدأ الشباب يتجمعوا واحدة واحدة لحد ما بقينا حملة زي ما انت شايف كده اهو. وبعد كده بدأنا نتحرك لحي الفراهدة حوالي الساعة 12 ونص، وده طبعا متأخر جدا عن اللي كنت مخطط له. سباكة سباكة معادن. دي سباكة معادن بتريح كل أي معدن، ألمونيا، نحاس، زهر، تنجو، أي معدن يجي على بالك بتريح هنا وبتعمل. طبعا فيها ناس مخصوص، مش أي ناس تخش فيها، يعني مجيبش واحد لسه ما دخلش فيها بقاله زي ما أول ما تخش تشتغل فيها هيتعب. وأهم شيء يتعب السجن عشان الدخان زي ما أنت شايف. يعني احنا متربيين جوه واحنا عيال صغيرة. وبعد ما اخدت جولة سريعة في المنطقة كان لازم اتحرك بعدها للكلية علشان الحق الكلوزنج. لو على الاحمر يبقى بيصور. اول يوم جربنا نصور حاجه، كنا نزلنا نيجي نصور فيديو على قصه سي اف ام. المفروض ان انا كنت قاعد في الفيديو وبشرح للناس ايه هي سي اف ام، ولابس بالطو وبتصور جنب يافطه الكليه. جربنا بقى نصور والصوت ما كانش شغال، وعقبات كتير اتقابلنا. وبعدين بتاع الامن جه قال لنا ممنوع تصوير ولازم تصريح، يعني قعدنا بتاع تقريبا 3 ساعات نصور، وفي الاخر ما اعتمدناش على فكره التسجيل خالص، وصورنا الفيديو تاني فور سبيس. فمن اول يوم انا مبهدلها معايا يعني. فبجد يا جماعه انا فخور ان انا اشتغلت معاها، وفخور ان انا اشتغلت مع تيم الميديا. بجد هم اخواتي، مش مجرد اصحاب ليا والله الحقيقي. والاسره دي اكتر مكان كونت فيه صداقات. يعني انا في الكليه صداقاتي قليله جدا، بس الاسره اكتر مكان كونت فيه صداقات، وهي الاسره الوحيده اللي انا شاركت فيها يعني ساعه ما دخلت الكليه. فانا ممتن للمكان ده بجد يعني، في لحظات حلوه كتيره. فبجد يعني انا بشكر المكان ده. بس بالمناسبه يا جماعه، بما ان انا في سلسله التصوير، فالنهارده ان شاء الله انا هنزل على قناه اليوتيوب، او هو الفيديو هينزل بشارك في تجربتي عن التصوير. هينزل الساعه 6 على قناه احمد محمود تي في، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. وبعد ما قضينا وقت لطيف في الكلوزنج في اخر تجمع لينا، وكمان كلنا واتبسطنا بغض النظر عن لحظة الهبل دي، المهم قعدنا وتصورنا صور للذكرى. وبعد كده اتحركت لواحد من الاماكن القريبة ليا واللي بحبها جدا،
اللي هو ورك سبيس البيت، واللي هو زي بيتي فعلا. وبالمناسبة انا حابب اشكر الشخص اللي عرفني على المكان ده. المهم رحت علشان كان في حلقة جديدة على القناة نزلت، وكان لازم طبعا اشير اللينك على البيج، وكان في برضو محاضرات لازم انزلها، وطبعا كلنا عارفين ان المحاضرات دي مش هتتسمع دلوقتي خالص. وبعد ما خلصت اتحركت على السكن، وفي طريقي للسكن لمحت بتاع عصير قصب، فما قدرتش اقاوم الصراحة. كان يوم شاق ومرهق جدا جدا، وكان لازم الواحد يشرب له كوبايه عصير قصب في نهايه اليوم ده. الواحد خد شوطات كتيره جدا، ولحد دلوقتي انا مش عارف اصلا هظبط الفيديو ازاي يعني هعمل مونتاج نوعيه جديده من الفيديوهات اول مره اجربها. بس متحمس جدا اشوف النتيجه، متحمس جدا اشوف حاجه اول مره اشتغل عليها، اول مره اجربها. ويا ترى بقى مش عارف هل ممكن حد يستفيد من التجربه دي، او ممكن حد الفيديو يأثر معاه بشكل كويس. اتمنى. خلاص انا وصلت يعتبر الشارع بتاع الشقه، اشوفكم بقى هناك. في نهايه الفيديو حابب اقول انه الحقيقه انه الايام اللي بتبقى مليانه، الايام اللي بتبقى مزحومه، هي الايام اللي فعلا بنحس فيها ان احنا عايشين بجد. واليوم بقى اللي بتقضيه نايم على السرير ومأنتخ، بجد الواحد بيحس ان هو يعني بلا قيمه في الحياه. فالحقيقه ان احنا محتاجين نملى وقتنا، محتاجين نستغل وقتنا ونقدر قيمته بجد، لاننا محتاجين ده فعلا في ظل ان احنا مشتتين ووقتنا ضايع على السوشيال ميديا. محتاجين نهتم بوقتنا اكتر من كده. وزي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلا احنا سواء صحتنا سواء وقتنا مش مهتمين بيهم، ورايحين في حاجات بلا فايدة وبلا قيمة. فبس